بسم الله الرحمن الرحيم. اشرف بن شرقي الاهلي تعاقد معاه في يناير اللي فات، صح؟ في يناير اللي فات. ليه الاهلي تعاقد مع اشرف بن شرقي في يناير اللي فات؟ لما راح حسين الشحات ب 34 سنه، عبد القادر مش مدي في الحته دي 100%، فانت كده عندك حسين الشحات 34 سنه، فانت حسين مع سنتين ويبطل كوره. وعبد القادر ما كانش مدي 100% زي ما بقى مدي دلوقتي 100% مع يسر. حلو. طاهر محمد طاهر لقى نفسه الاهلي لقاه مش مدي 100% زي ما بقى مدي 100% دلوقتي مع يسر، فقام جاي ايه اشرف بن شرقي، جايب تريزيجيه، جايب احمد السيد زيزو، 3 اجنحه على الاجنحه اللي معاك في الاهلي، على طاهر محمد طاهر، على احمد عبد القادر، على حسين الشحات، على محمد عبد الله، و3-7. قصه ان الاهلي جاب احمد السيد زيزو في شهر 6 اللي فات بعد مباراه الاهلي، بعد مباراه الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر اللي فات، اللي الزمالك خد كاس مصر اللي فات. فانت الزمالك داخل البطوله ديت بايه؟ انه بطل كاس مصر، وسيراميكا دخل البطوله اللي هي دوري السوبر ليج، اللي انا قلت في حلقه سابقه لما ده كنا على التيك توك ان الاهلي ان الاهلي كسب دوري ابطال السوبر ليج، اللي هو دوري ابطال السوبر المصري. حلو. الاهلي خده، الاهلي كسب باقدام مين؟ اشرف بن شرقي، مروان عطيه. اشرف بن شرقي اللي الاهلي تعاقد معاه في يناير اللي فات، اللي كان في شهر 6 هيمشي، بس لولا كلام استاذي في عالم كرة القدم الفاضل محمد بركات، هو اللي قعد اشرف بن شرقي في الاهلي، قال له اقعد واستنى واهدى، وانت هتديه في الملعب وهتعمل تاريخ مع الاهلي. فعلا استاذ محمد بركات طلع كلامه صح. تسلم يا استاذ محمد بركات، تسلم يا استاذ كوتا، تسلم يا كوتا، تسلم يا استاذ محمد بركات، تسلم يا استاذ احمد السيد زيزو، انك استحملت الضغط الشرس اللي كان عليك في مباراه الزمالك الاخيره اللي هي كانت 9/11 اللي فاتت. تسلم بجد. انتظروا حلقه قادمه هتكلم فيها على اللي حصل على احمد السيد زيزو، وهيفضل لفترة طويلة الترندات، وربنا يستر على الحلقة الجاية طرش جمدان. شكرا جزيلا، مستني عليكم في الفيديو.